السلام عليكم أحبابي، معكم سميرة سعد من قناة الأم مدرسة. النهاردة هنكمل سلسلة مرحلة تأسيس الأطفال، الفيديو الثاني لتكملة الحروف الأولى للغة العربية. نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الأرزاق وتدفع بها المشاق وتملأ بها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الطلاق، واسترنا فوق الأرض ويوم العرض عليك يا عزيزي خلاق. الفيديو الأولاني إن احنا خدنا بس 3 حروف اللي هو حرف الألف والب والت. مش هطول عليكم الفيديو النهاردة بإذن الله، هندخل على طول على الحرف الجديد. أول حاجة تبدأي تكتبي من فوق كده كلمة اكتب بأي لون مثلا، وبعد كده تعملي له دواير علشان يعرف. اعملي له أي شكل كده زي ما انت شايفة، تمام. وتبدأي تكتبي له تعملي له 3 دواير علشان يعرف يكتب فيهم. لو الطفل بتاعنا كتب حرف الألف صح وكتب حرف الب صح وحرف الت صح، خلاص تمام. هيبقى نعمل له علامة كده صح ونجمة، برافو عليك يا حبيبي وكملي معاه. طب لو هو مش عارف زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، نكرر تاني الحرف اللي هو مش عارفه. يلا ندخل بقى على الحرف الجديد، هو حرف الس. هنعرفه ان حرف الس زي حرف الت بالظبط، بس هنزود نقطة فوقيهم يبقى 3. يبقى ده حرف الس يا حبيبي. وطلع طرف لسانك اهو، طلع طرف لسانك كده وانت بتقوله، تقول س س، وينزل بيها عمود كده علشان يحفظها، تمام. نكمل. طبعا ما ننساش هنروح نكتب كده ألف ب ت ث بالترتيب، ويكون هو عارفهم ألف ب ت ث، ونكررها كذا مرة، ونبدأ بعديها نقول له من غير ترتيب. يعني ايه الحرف ده حبيبي؟ يقول ده ت. ايه الحرف ده؟ ث. ايه الحرف ده؟ ألف. ايه الحرف ده؟ ب. تمام. يبقى كده خلصنا معاه ال4 حروف الأولى. طبعا هي حرف الث. لو هو سألك وقال لك هو أنا ليه بطلع طرف لساني يا ماما؟ هتقول له دي حرف الث دي من الحروف اللثوية، إن احنا بنطلع فيها لساننا. بعد ما عملنا له الدوائر كده، يلا حبيبي ابدأ انت اكتب لوحدك الحروف اللي انت خدتها. انت خدت كام حرف؟ هيقول لنا خدت 4. يلا ابدأ اكتبهم. هيبدأ يكتب لي حرف الألف والب والت والث. لو هو لخبط ما بين الحروف معلش انزلي بيهم عواميد وعرفيه بالترتيب الحروف، ان دي ألف ب ت ث، وبعد ما يخلص تبقي تلخبطي الحروف وبعضيها علشان يعرف ان كل حرف نطقه ازاي. خلص كل الكلام دوت وعرف يحله، خلاص هنبدأ بقى نعمل له علامة صح وبرافو عليك يا حبيبي، وتبدأي تديله أي هدية إن هو عرف يكتب ال4 حروف. هندخل على الحرف الجديد اللي هو حرف الجيم. هنعمل شرطة وبعد كده هنعمل نص دايرة، وأقول له ده الكرش بتاعها، وحط من جوه النقطة بتاعتها. تاني هنعمل شرطة الأول يا حبيبي، وبعد كده من آخر الشرطة هنعمل نص دايرة كده، لازم تبقى نص دايرة كده. خلاص. طبعا ما ينفعش ان انت الطفل يعني يروح يكتبها بالشكل ده، يعني ما ينفعش تتعمل كده كده وبعدين يعمل كده وبعدين يعمل كده، لا غلط. عودين ان هو يعمل النص دايرة، تمام. هينزل بيها عواميد، يبقى ده كده حرف ألف ب ت ث جيم، وهينزل بيهم العواميد بتاعته ويكتبها صح. طب لو انا عندي طفل مثلا مش قادر يعمل النص دايرة دي، اعمل ايه؟ هتبدأي تعملي حركة النقاط، اللي انت تعملي النقط كده، وهو هيروح يمسك القلم بتاعه وهيروح يعمل كده، يمشي على النقط. تاني اهو، هتعملي له النقط كده وتروحي تقولوا له يلا حبيبي امشي على النقط.
تمام اهو. هيمشي على النقاط كده ويمشي كده 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 كده، هو تلاقيه لوحده هيعرف يعملها لوحده بعديها في الحصة اللي بعديها لو هي صعبة عليه ان هو يعرف يعمل نص الدايرة. خلص ان شاء الله وعرف يكتبهم كويس، الحصة اللي بعديها برضك هتكتبي كلمة اكتب وتكتبي أ ب ت ث وتعملي الدايرة الأخيرة اللي هي الجيم. هندخل بقى على الحرف اللي بعديه اللي هو حرف الحاء. يلا هنشد خط وبعدين هنعمل نص دايرة كده اللي هي نقول له يعني ده الكرش بتاعها ده يا حبيبي. تمام، نشد خط وبعدين يعمل نص دايرة كده. يبقى ده ايه الحرف ده يا حبيبي وانت بتكتب؟ حرف الحاء. يبقى كده هو نزل بيها، يبقى كتب حرف الحاء. هتقول له ان ده زي حرف الجيم بالظبط، ده دي اخته. خلاص يبقى جيم وحاء وليها اخت تالتة هناخدوها الحصة اللي بعديها. خلاص هو حفظها وعلمتها له وبرضه كتبت له اكتب من اول الالف لغاية الحاء وكتبهم بالترتيب صح. ندخل على الحرف بقى اللي بعديه، هنشد خط وبعدين نعمل نص دايرة ونقول له النقطة من فوق على دماغها، يبقى ده حرف الخاء. خاء خاء خاء، يبقى هينزل بيها برضك عواميد وتروحي تحط النقطة عليها من فوق. طب انا خلصت حرف الخاء اعمل ايه؟ لازم اعرفه بقى ان دول ال3 حروف شبه بعض، هو كتبهم وخلاص عرفها وبيعرف يكتبها كويس وبيسمعها كويس. ما تنسيش تكتبي ال3 حروف مع بعض، اللي حرف الجيم، حرف الحاء، حرف الخاء. جيم حاء خاء، تاني جيم حاء خاء، وتبدأي تلونها له علشان تشدي انتباهه ان ده دولت اخواتي حبايبي اهو، وينزل بيها العواميد بتاعته ويحفظها كويس. خلاص الحصة اللي بعديها اكتب الحروف بالترتيب. وبعد كده هتعملي حاجة بقى دي الجديدة، بعد ما احنا خدنا كده ال7 حروف، هتبدأي بقى بعد ال7 حروف لازم تكتبي له إملا من غير ترتيب. ايه الإملا اللي من غير ترتيب؟ الإملا اللي من غير ترتيب دي هتعملها له 4 وحدات او 5 دقايق بالظبط، وتبداي تقولي له اكتب الاول الحروف بالترتيب. كتبهم بالترتيب صح، خلاص يبقى تمام. كتبهم متلخبطين، حرفين متلخبطين، انزلي بيهم عواميد وبعدين تروحي ترتبي له الحروف تاني لفظيا كده مش كتابيا. يبقى هنقولها له الف بعد ما تقوليش ايه اللي بعد الالف، ايه اللي بعد الت، ايه اللي بعد الث، لا هو اللي يكتب لوحده. علميه ان هو ما خد الكراسة بتاعتك اهي، اكتب لي الحروف لوحدك بالترتيب. هو يقول ألف ب ت، مش هيقول لك يا ماما ايه اللي بعد الت، ما تقوليش، ما تقوليش للطفل ايه اللي بعد الت. هيكمل لوحده حرف الث، الجيم، الحاء، الخاء، هو كتب كل ده صح. تمام، هتروحي تعملوا له نجمة. برافو عليك يا حبيبي ان انت ايه، تقولي له خلاص كده حبيبي برافو عليك انت كده خدت نجمة، برافو عليك انت عرفت تكتبهم بالترتيب. طب يلا بقى النهاردة هنكتب من غير ترتيب. يلا ابدأ اكتب لي حرف الجيم. تمام، هيروح يكتب لك حرف الجيم كده، كتبها غلط معلش لازم تكرري الكلام تاني. بعدين اكتب لي حرف الت، اكتب حرف الالف، اكتب حرف الب، اكتب حرف الخاء. كتب الكلام ده كله، برافو عليكي، هتشجعيه وتديله حاجه كويسه وحاجه حلوه وتقولي له برافو عليك ان انت ولد ممتاز عرفت تكتب الايه الحروف ال7 صح. بعد كده ندخل على الحرف الجديد اللي هو حرف الدال. هيمشي كده يشد خط كده من فوق صغنن وخط كده سهله خالص، ودي حرف بيبقى سهل قوي بالنسبه للاطفال كلهم. يبقى ده حرف دال. دال زي ما قلت في الفيديو اللي فات ما ينفعش تقولي دال دب، ده اسمها دال بس.
ده اسمه ايه يا حبيبي؟ دال. معرفش يكتبها زي ما انا قلتلك هتمشي بالنقاط، يعني لو هو معرفش، بس معظم الاطفال بتعرف تكتبها. تعملي النقاط وهو ينزل بيها عواميد، واول ما يحفظها خلاص ادخلي على الحرف اللي بعديه اللي هو حرف الذال. دي من الحروف برضك اللثويه اللي هو لازم يطلع فيها طرف لسانه زي حرف الث، وتعرفيه بقى ان ده تاني حرف هناخدوه معانا اللي هو من الحروف اللثويه. حرف ذال، 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 ويطلع فيها طرف لسانه. ذال، ذال، ادي دي دال وذال، وما تنسيش تكتبيهم الاتنين جنب بعض، تعرفيهم ان دولت اخوات، دال وذال. دال، ذال، دال، ذال. وتبدأي بقى ممكن تروحي ترسمي له رسمة، تكتبي له مثلا، تعملي له ممكن تعملي له دودة كبيرة او قطر مثلا، ترسمي قطر كده تقولي له اكتب بقى الحروف بالترتيب، او تجيبي له سبورة يبدأ يكتب فيها الحروف بالترتيب. احنا النهاردة كده خلصنا الفيديو بتاعنا، خدنا فيه حرف الث والجيم والحاء والخاء والدال والذال. لو في اي تعليق منكم يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات وانا هجاوب عليكم. وممكن الفيديو دوت يفيد بس مش الامهات، لا ممكن اي واحده نفسها تفتح حضانه تبدا تشوف الفيديوهات ديت، ولو هي محتاجه اي حاجه ممكن تكتبها لي في التعليقات وانا اجاوبكم عليها. طبعا لو وصلتوا لنهايه الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وعشان يوصل لكم كل جديد، والسلام عليكم.